بينما أهل الجنة فرحين مستبشرين لما أعطاهم ربهم وأنعم عليهم، إذ نادى مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. لا إله إلا الله الملك الجبار يطلب من أهل الجنة زيارته، فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا، وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء، جلسوا على كثبان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا الله. فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. لا إله إلا الله، الله العظيم يا مؤمن يسلم على أهل الجنة: السلام
فلا يردون هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم يقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة أرضينا فارض عنا. فيقول يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي هذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أنه سبحانه قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضرة حتى يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. الله أكبر الله أكبر يا عباد الله. الجبار الحي الملك القيوم يتحدث معك ويحاضرك محاضرة فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة العيون بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة تلك المحاضرة ولذة ذلك المجلس معك يا حي يا قيوم. ثم إنه يا عباد الله يؤتى بالموت على صورة كبش فيجعل في سور بين أهل الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت. ويقال لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت. فيذبح بين أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن